ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده بقى قلت اروح اجيب طلبات البيت واشوف الدنيا فيها ايه. طبعا احنا عارفين دايما بنشتري من اماكن بالجملة زي فتح الله. رحت اشوف الدنيا فيها ايه، لقيت الاسعار نار نار نار. معرفش في ايه، كل يوم بيعلوا الاسعار. الشهر اللي فات انا كنت هناك ولقيت الاسعار غالية. الشهر ده لقيت الاسعار اغلى من الشهر اللي فات. انتوا متخيلين؟ سكر وزيت ومكرونة ودقيق، كل ده غالي. الزيت ده ال700 جرام ب57. النص كيلو أو 600 جرام عامل 50. البهارات ديّة أنا كنت باجيبها ب6 جنيه، وصل تمنها 9 جنيه. السكر ب40 أو ب42، حاجة زي كده. المكرونة ديّة 350 جرام، يعني ما وصلتش نُص كيلو، كمان ب14 جنيه. فككم من الملح، الملح كده رخيص. المكرونة برضه الأقلام ديّة أنا كنت باجيبها ب10 بقت ب14. ال عايزة أقول لكم كمان العدس ده، أنا الشهر اللي فات كنت جايباه ب40 أو ب45. ده الكيس نُص كيلو عامل 34 جنيه، ومش درجة أولى، درجة تانية كمان. يعني لإن كل شركة بتختلف سعرها. كمان الفول المدشوش ده أنا جِبت نُص كيلو. برضه الشهر اللي فات كان بسعر، والشهر ده بسعر برضه. عامل 45 تقريبًا الكيلو. آآ الفِرن ب118 أو 119، حاجة زي كده. البليلة أو الغلة ديّة الكيلو عامل 28. البهارات غلت، كل البهارات غلت عشان تبقوا فاهمين بس. الجبنة الموتزاريلا ديّة ده كيس نُص كيلو برضه غالت عن الشهر اللي فات. عامل 65. كيس الصلصة ده كان ب25، وصل تمنه 30 جنيه. بُصّوا ده كل ده الشهر اللي فات. كل دي أسعار الشهر اللي فات غلت. يعني مثلًا الصلصة باقول لكم كانت ب25، الشهر ده ب30، 5 جنيه على طول. الصوص ده عامل 20. ورق العنب ده ب60. الصوص البابريكيو دوّة كنت باجيبه ب28، وصل تمنه 45 جنيه. ما أعرفش في إيه، يعني أنا ما أعرفش في إيه. ما أعرفش في إيه. الشاي العروسة عامل 50. الليبتون 67. أنا مش عارفة في إيه. يعني أنا كنت رايحة أجيب طلبات الشهر، جِبت طلبات أسبوع، ده لو كفّى كمان الأسبوع. ما أعرفش في إيه بجد. الأسعار غلت، الأسعار كل يوم عمّالة بتغلى زي الدهب. إحنا ما بنشتريش دهب. إحنا دلوقتي الناس، أي حد معاه قرشين بيجيب أكل. وخصوصًا إن إحنا داخلين على شهر رمضان، شهر مفترج. الناس بتحاول بتخزّن أكل فيه عشان تعمل وجبات في الشهر الكريم. فأنتم كده يعني اللي كان بيطلّع 100 وجبة هيطلّع كده 20 وجبة، أو يعني حرام يعني. أنتم عايزين توصّلوا الناس لإيه؟ ما فيش رقابة على الأسعار. البلد سايبة التجار كده يغلّوا كل يوم بمزاجهم. فكده لازم يبقى في رقابة، كده لازم ترحموا الناس علشان ربنا يرحمكم. إحنا في أيام مفترجة عند ربنا، وحرام اللي أنتم بتعملوه ده. فتح الله يا جماعة دلوقتي ما بقاش جملة. حاولوا على قد ما تقدروا إن أنتم تشتروا من محلات من برّه. يعني اللي عاملة عروض اشتروا منها. أي سوبر ماركت برّه عامل عروض اشتروا منه. يعني بالنسبة لكم هيبقى أفضل بكتير أوي. حاولوا تروحوا كذا مكان وتشوفوا كذا سعر، والسعر اللي يناسبكم اشتروا منه. مش لازم كل مكان تدخلوه تاخدوا منه. اسألوا هنا واسألوا هنا، السعر اللي هيناسبكم ويناسب دخلكم اشتروا منه. وربنا يسترها علينا يا رب، ويسترها معاكم،
و ونقدر نوصل لبر الأمان والأسعار تنزل شوية. السلام عليكم.